عندنا قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سبحان الله، نحن نتعجب عندما يأتي هذا الحديث الجميل جدا: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عندما تعطي طالب علم كتاب، أو تنقل له فتوى، أو تحل له مشكلة، أو تجيب على إشكال عنده، هذا في عون العبد. بعض من الناس يظن أن عون العبد تحمل متاعه، تعطيه نقود، هذا جزء، لكن هو يريد أن يربطنا بالعلم الذي بين أيدينا. فالسياق الأحاديث والآية مربوط بالكتاب، كأن يقول: ينبغي للعلماء وطلاب العلم أن يكونوا في العون على الإخوان. سبحان الله، وأنا أعجب عندما تدرس حياة طلاب العلم الكبار، تتعجب طول وقته ما بين كتب يكتبها، أو كتب يقرأها، أو بحوث يعدها، أو نقول هاتف يجيب على أسئلة الناس ويفتيهم وغيره، وتجد حظ أهله منه قليل، لأنه يشعر بأنه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عندما تعلم الناس سنة وتهديهم إلى معرفة عبادة، وتبين لهم ذكرا ونقول وأدبا من آداب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذوه ويتعلموه، يحصل فيه الخير كثير جدا. وهنا